ازيكم يا اساطير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه انا قاعد في امان الله، لقيت خبر جالي بيقول لي مرتضى منصور في البلد عندنا. طيب يا جماعه، اللي ما يعرفش مرتضى منصور ده رئيس مجلس اداره نادي الزمالك المصري سابقا. دلوقتي يا جماعه هو جه نزل البلد عندنا عشان انتخابات وكده يعني. المهم انا هروح اشوف الدنيا كده لو الخبر ده حقيقي ولا لا، وهشوف مرتضى منصور هل فعلا هيبقى موجود في البلد عندنا ولا لا. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا بقى ننزل عشان نشوف الخبر ده صح ولا في الشيشنا. يلا بينا. هنا يا جماعه نزلت الشارع لقيته فعلا واقف مع الناس كده زي ما انتم شايفين، بيديهم خطبه للترشح وللتصويتات وكده يعني. مرشح عشان يبيع صوته ده بيبيع نفسه وبياخد مال حرام. انما انت راجل ذكر واثق من نفسك، انزل اتكلم مع الناس واقنع الناس. انزل اتكلم مع الناس واقنع الناس. انما انت جايب 20 عربيه بتخوف البلد يعني تخوف القريه. لا، كل الكره ومن البيت ما بيخافوش وعارفين وواعيين ما بيقبضوش. تعمل بقى دروس خصوصيه العيال هتصحى عشان بالمال حرام. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله يوم الانتخاب هفوت عليكم اطمن على ان كلكم نزلتوا، مش عشان تنتخبوا مرتضى، عشان تحطوا صوتكم وتستخدم حريتك وقرارك. ان انا بني ادم ليا قرار، والمره دي هتحط في صندوق مرتضى هيطلع مرتضى. انا بقول لكم اهو. ومش بجامل حد، من حسن الحظ مفتش امن الدوله في متغمر المره دي، اعتقد متغمر مع اجل ملوش في اللوحه، مأمور محترم بندر ومركز محترم، بندر ومركز، مدير امن محترم، مدير بحث محترم. ناس كتير في الدايره لما كان بيتحكم من اسبوع كان في ولد ده لغايه دلوقتي ما اعرفش هو هيحصل له ولا لا، لكن هو الحمد لله مش هنحاول يعملوا حاجه. تمام؟ وما دي كانت تقريبا بتتكتب. الراجل ده ناس بتحبه بجد. الواد ده بيدفع، الواد ده ايه؟ بيدفع، واللي بيدفع ويصرف على الوفد ملايين من تجاره بقى، من تجاره اثار، من اي بتاع. خلاص؟ وعنده ايه؟ حصانه. فربنا يوفقكم، اختاروا الاصلح. انتم بلد محترمه طول عمرها محترمه، وليكوا جميل عندي من 2015 و2020. حتى في 2020 انتخبتوني، لكن الورق الصندوق اتحط فيه مرتضى كان بيطلع. كل سنه وانتم طيبين وبشكركم. كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو، والخبر طلع صادق فعلا ان مرتضى منصور كان في البلد عندنا فعلا، ونزلنا وتصورنا معاه وكان يوم جميل جدا يا جماعه. هو مرشح لانتخابات كده، انا مش عارف ايه هي، بس عشان كده هو بيلف محافظه الدقهليه كلها. فبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، ولو انتم مش مشتركين في القناه انزلوا اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والمره الجايه باذن الله الدور على محمود الخطيب رئيس مجلس اداره نادي الاهلي. فبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.